نزلت على الانستجرام ستوري عن اسئله شائعه ممكن احنا نجاوب عليها النهارده بشكل فيديو كده، ولو حد عنده اي سؤال، ولو في سؤال ممكن يكون شخصي، يلا بينا. خلينا نفتح الحاجه على الموبايل. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كان الاسك اصلا كان من يومين، طبعا مش عايز الناس تزعل عشان لو افتكرت انه ما ردتش عليهم. لا، نبتدي بقى. امتى هتعمل كورس 20 ساعة؟ وهل هتقدر تعمل كورس مدفوع لعدد كبير من الناس بحيث ان الكلفة تبقى علينا؟ ايوه، انا هعمل كورس 25 ساعة، هيبقى 25 ساعة و27 ساعة. ال 27 ساعة ساعتين هيبقوا متقسمين، يعني مثلا لو في 4 طرق ان احنا نجيب حاجة، هجيب حاجة من ضمن الحاجات الاختراعات، يعني 4 حاجات من ضمن برودكت ريسيرش ازاي تجيب منتج. هقولك ال5 بس بشكل ايه في الكورس المدفوع، وهيبقى كده يعني احنا محضرين ان احنا هنقلب $100 ل $10,000 او ناحية ال10,000، من 4 ل 10,000 لسه مش عارفين، عشان برضو بندرس الناس عشان ما نعملش كورس يبقى فوق طاقتها المادية. ايه رأيك في شركة كليمتا؟ هي شركة بتعمل شركات بس في اليو اس اي. الفرق ما بين اليو اس اي واليو كي ان اليو اس اي بتقعد اطول، الاتنين واحد، خليك في اليو كي. بس الفكره كلها انه اليو كي دلوقتي بقى عليه انك عشان تعمل بيه بنك وايز، شركه عشان تعمل شركه وبعد كده تفتح بالشركه دي وايز بنك، بقى بيقعد كتير، بقى بتحط زي ويتنج ليست وبعد كده بيجي لك. فدي يعني عشان كده لو انت مستعجل، بس الفكره ان احنا بنبدله بايونير دلوقتي، فانت لو انت مستعجل على وايز فكلمتك كويس ليك، وانا لسه هدرس الموضوع ده برضو وشوفوا هنعمل فيه ايه. ما هي افضل، اني استعمل شوبيفاي بيمنت ولا سترايب من حيث الامان او الاكثر استخدام؟ سترايب، بس سترايب بقى رخم. افضل بوابة الدفع بتكون مجانية او بتطلب شروط او ما بتطلب شروط كتير؟ مفيش يا باشا، لو لقيت قول لي. ما بتطلب شروط، هي اسهلهم على فكرة هي سترايب، واسهلهم برضو يا جماعة لو في اي شركة محلية لوكال، واشهرهم هي باي بال. اسهل حاجة صراحة هي باي بال. رمضان مبارك، كل سنة طيبين يا جماعه. في سؤال بيقول لك هل شوبيفاي بيمنت افضل من سترايب؟ الاثنين واحد. شوبيفاي بيمنت باورد باي سترايب، بس الفكره كلها ان شوبيفاي بيمنت بتبقى على مستوى الستور، يعني ستور لو قفل شوبيفاي بيمنت دي قفلت، لكن سترايب ممكن تلنكه بكذا شوبيفاي ستور. ده في سؤال جميل جدا بيقول لك ايه، ابدا منين؟ انا صايم. في سؤال كويس قوي، حضرتك الفيديوهات اللي انت بتنزلها عملت $37,000 وفي غيره، فانا بعد الكورس هوصل لكده؟ لا، ببساطة شديدة لا. انت عشان توصل للمستوى ده انت هيطلع عينك. وده اصلا انا دلوقتي باللبس ده هتلاقوا ان في فيديوهات هتنزل بعد الفيديو ده يا جماعة بنفس البتاع ده. انا محضر فيديوهات، يعني في ناس واخدة عننا فكرة واحنا عشان نوصل للمرحلة دي احنا قشطة عادي والدنيا ايزي. لا، موضوع مش سهل ولا صعب، بس محتاج شغل بتاع شغل. يعني انا بكلمك الفيديو اهو دلوقتي انا صايم ومطبق من امبارح على شغل وعلى ستور، وساعات ممكن اجر محاضرات واجي على نفسي، وممكن اسمع كلمتين من طالب يقول لي انت بتاخر عليا وبتاع ودنيا عشان انا عندي شغل. فالفكره كلها انه عشان انا اعمل كده، يعني اوعى تكون فاكر ده انا هحطك على الطريق وهحطك انك ازاي الصوره تكمل وانت هتكمل. فالفكره كلها انه لا، عمرك ما هتوصل لكده، واللي يقول لك غير كده انا بقول لك اهو اوعى. انت عشان توصل للمرحله دي شوف انت هتاخد قد ايه، وقدامها ممكن تخسر قد ايه من وقتك ومجهودك. ما انا خسرت. طب انا عملت 37، طب انت ممكن تسالني انت خسرت قدامها قد ايه؟ لا، اتعلم وهتعمل وبتاع. انا برضو مهما الخص لك في الدنيا هي الحياه والايدك هي اللي هتعملها مهما كان برضو. هل ينفع الشغل اللي في فلسطين في دروب شيبينج مجرد دفع تحويل اموال في فلسطين؟ للاسف يا جماعه فلسطين وعراق وسوريا، ايران، تركيا شويه، الجزائر، موريتانيا، الصومال، السودان، ليبيا، للاسف الباسبور ده لما بيتحط في اي حته يا جماعه الدنيا ما بتسلكش خالص. فاتمنى ان يكون عندهم علاقات كويسه مع ناس بره، صحابهم بتاع بارتنرز بتاع، لا اما يشتروا الحاجات دي جاهزه من على الجروبات، في ناس بتبيع الحاجات دي، ويخلي الادمن بتاع الجروب بسيط. نيجي موضوع فلسطين، طبعا تحياتي لاهل غزه، طبعا ربنا يرحم شهدائنا في فلسطين وفي السودان، ربنا معاهم يا جماعه. في باسبورين في فلسطين، فلسطيني ويهودي عربي تقريبا، عرب 48 معاهم باسبور، وده مسلك اللي هو باسبور يهودي عربي، باسبور فلسطيني. الفلسطيني للأسف، ودي من قذارة الزمن يعني انه ملوش اي لازمة. لكن اليهودي العربي مدعم في سترايب كمان، يعني سمعت الموضوع ده. يعني لو بتشتغل على وو كوميرس وورد بريس افضل بوابه دفع غير سترايب؟ سكوير افضل حاجه، وفيفا والت على الوو كوميرس جامده. الوو كوميرس جامد للناس اللي بتشتغل جوجل ميرشنت،
اعلانات على جوجل ميرشنت. لو انت مش عارف جوجل ميرشنت ممكن اشرحه بس بعدين، بس هو طريقة من طرق الإعلان في منصات جوجل. ده بالنسبة للأسئلة. أتمنى إنه تتابعوني على انستجرام، هتلاقي كل حاجة تحت، عشان أنا بنزل حاجات زي كده هطلع أجاوب عليها. لو عجبكم الفيديو فعلا خشوا على انستجرام، محدش يقول أسئلة تحت، تلاقيني إن أنا بنزل ستوريز ويلا بينا. أنا أحب كده قوي وأحب أسئلة، بس الحمد لله واحد بيشوفني وبتاع سألني أبدأ منين، سؤال عام جدا جدا، وكاتب لي أبدأ منين كتير، بس مش مشكلة. المهم ما تنسوش تتابعوني على كل السوشيال ميديا، خصوصا الانستجرام لانه هيبقى مفيد جدا، وبنزل ريلز بطريقه يعني فيها اضافات كويسه. وكل المنصات خصوصا كمان برضو الفري جروب على الفيسبوك. وما تنسوش تسالوا على عروض بتاعه رمضان على خدمات الستور والبيمنتس، وبرضو الخدمات التانية لو فيها اي ابديت ما تنسوش تسالوا عليها. اشوفكم على خير، السلام عليكم.